في البداية صديقي المشاهد الجميل، ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة وتفعل الإشعارات. ويلا نبدأ. بيبدأ المسلسل مع ميان وهي رايحة الجامعة عشان تقدم على طلب منحة التبادل الثقافي، وبيكونوا البنات واقفين مستنيين الواد الدنجوان يان، لكنه بيطلع متفق مع صاحبه موتسي يروح بداله، وهو هيدخل الجامعة من الباب الخلفي عشان مش طايق ان البنات تتجمع حواليه وكده. واثناء ما بتكون ميان ماشية في الطرقة بتشوف يان بيغير هدومه، فبتتكسف وبتمشي وهي عمالة تقول مين الواد المنحرف ده. وفي الوقت ده بيكون يان واقف على المسرح وبيستعد عشان يقدم بريزنتيشن، وفي الوقت ده بتروح ميان للمكتبة عشان تاخد استمارة التقديم على المنحة، وبالفعل بتاخدها وبتملى بياناتها باسم هان مش اسمها. فبتقول لها البنت تروح تسلمها للطالب المسؤول عن ارسال الاستمارات في المسرح، وبالفعل بتروح. وفي اللحظة دي بيكون يان عايز شخص يطلع معاه كمثال على كلامه، فبيزق المخرج ميان عشان تروح، وبتطلع على المسرح وبتتصدم جدا لما بتشوف يان وبتقول ايه ده الواد المنحرف، لكنها بتجريه. وبيسألها يان هي برج ايه، فبتقول له ميان برج الدلو. فبيقول لهم بنات برج الدلو شكلهم حلو بس مش بيهتموا بمظهرهم ولا لبسهم زي الاخت دي مثلا. فبتتعصب ميان وبتلسعه بالقلم، فبينهي المخرج البث، وبيكونوا البنات اللي بتكراش على يان غضبانين من اللي عملته ميان وعايزين ينتقموا منها. وبالفعل لما بتخرج بيجروا وراها بس بتستخبى هي وبتفلت منهم، وبنشوف انها شغاله عامله توصيل وبتاخد الاوردر لبيت العميل. والمفاجاه انه بيطلع يان، فبتخبي وشها بالكاب لكن بتتوتر وبتكسر السوار اللي كان طالبه، وبيشوف وشها يان وبيعرف انها ميان، فبيتعصب جدا منها. فبتقوله انها تعمل اي حاجه عشان تعوضه عن اللي حصل، بس ما يشتكيهاش عشان ما تخسرش الوظيفه دي لانها كل ما تملك. فبيقول لها ادفعي تمن السوار لكنه بيكون غالي جدا وهي مش معاها تمنه. فبتقول له ايه رايك تاخد 1000 ين كل شهر، يعني المبلغ كله هيكون عندك في خلال 33 شهر بس، لا جاي على نفسك قوي. فبيقول لها 100 ين ده انا هشتكيكي لحد ما يجلدوكي. لكن فجاه بيجيله اتصال من امه، فبيرد وبتساله اتاخر على الحفله ليه. فبيقول لها ان السوار اللي كان جايبه لها هديه اتكسر. فبتقول له انا مش عايزه سوار، انا عايزاك ترتبط بقى يا فقر. واول ما بتسمع ميان الجمله دي بتجيلها فكره جهنميه وبتنادي عليه بحبيبي عشان امه تسمعه. وبالفعل بيحصل وبيتدبس يان فيها، وبتساومه انها هتمثل انها حبيبته مقابل انه يوافق تقسط له تمن السوار. فبيضطر فعلا يوافق، وبيروحوا الحفله وبيرقصوا سوا وبيسقف لهم كل الموجودين. وبتكون ام يان فرحانه جدا، وبياخد يان ميان وبيعرفها على امه باعتبار انها حبيبته، وهي بتقول ان اسمها ياو وبتمثل الدور ولا كانها اجدعها ممثله في هوليوود. وبيكونوا الاتنين يان وميان واقفين عند البوفيه يتكلموا، فبتشوفهم يوان وبتتغاظ، ودي تبقى واحده بتكراش على يان. فبتروح عندهم وبتقول لي انا عارفه ان امك بتضغط عليك عشان ترتبط، بس مش لدرجه انك تجيب واحده عشوائيه وترتبط بيها وخلاص. فبيقول لها خلي بالك من كلامك يا بت، دي مش واحده عشوائيه. وبياخد ميان وبيمشوا. فبتروح يوان وبتوري ام يان واخت سيون الفيديو بتاع ميان وهي بتضرب يان في البث عشان يكرهوها بقى وكده. لكن بتصدمهم ام يان لما بتقول البت دي اكتشاف، هي دي اللي هتعرف تربي ابني من اول وجديد. وبتقرر سيون تروح تشرب مع ميان عشان تستخرج منها اي معلومه عن علاقتها بيان، لكنها بتسكر الاول ومش بتطلع باي معلومه مفيده. وبنشوف ميان رايحه المستشفى، وبنعرف ان اختها التوأم فاقده الوعي واسمها هان. والسبب اللي مخلي ميان بتمثل انها هان عشان اختها لما تفوق من الغيبوبه ما يضيعش عليها فرصه التعليم، وبالذات منحه التبادل الثقافي. وانها استعارت اسمها كمان وضحكت على يان. يعني ميان بتمثل دلوقتي على الكل انها هان، وبتمثل على يان وعيلته انها ياو. وبتروح ميان لسكن الطالبات اللي المفروض فيها اختها، وبتقابل صاحبتها وزميلتها في السكن فانا، واللي بتكون متعصبه منها لانها من فان زيان، وبتسالها ليه ضربته في البث. فبتقول ميان ان هو اللي طلب منها تعمل كده عشان يدي شويه اكشن في الموضوع، وبتقنعها ان مستحيل اوسم شاب في الجامعه يبص لها. فبتقتنع فانا. وبنشوف يان ماشي مع موتسي، واللي بيعرفوا ان الجامعه اختارت حد تاني يشارك بداله في مسابقه كاس التحدي وهي هان. فبيتضايق وبيتغاظ يان جدا، وبتروح ميان الكليه بتاعت اختها عشان تحضر المحاضرات وهي كليه العلوم الماليه. وهناك بالصدفه بتقابل يان، فبتقول له انت ورايا يا ابني، انت زهقتني. فبيقول لها شعور متبادل والله يا بنتي. وبيدخل دكتور علم الاجتماع وبيقول انه عايز يعمل تجربه، وبيطلب منهم يتقسموا مجموعات من فردين. فبيقولوا كل البنات انهم عايزين يان، فبينادي عليه الدكتور يقف جنبه ويختار هو بنت يبقى معاها. وبتخبي ميان وشها عشان ما يختارهاش، لكنه بيروح وبيختارها برضه. فبتقول له انت ليك طار عندي يا ابني ولا ايه. وبيعلن الدكتور ان يان وهان مع بعض في مجموعه. فبيتصدم يان جدا وبيقول لها هان انت مش قلت لي ان اسمك ياو. فبتتحرج وبتقول له امال عايز نكشف عن اسمي الحقيقي لناس اول مره اشوفها. لا عندها حق واسمها دلوقتي يشهد. وبتكون يوان متغاظه من ميان كالعاده، فبتسالها سؤال في المحاضره اللي بيشرحها الدكتور. فبيقومها الدكتور وبيقول لها تجاوب، لكنها بتكون مش عارفه الاجابه. فبتعمل حركه ذكيه
غبية، وهي انها بتقول اطلب من زميلي يان انه يجاوب عشان اعرف نقاط قوة شريكي بما ان هو اللي اختارني. فبيتعصب يان، لكن الدكتور بيخليه يجاوب، وبالفعل بيجاوب لانه دحيح الدفعة وبيسقف له الكل. وبتخرج ميان من الموقف زي الشعرة من العجينة، وبتروح ميان وبتقعد تاكل في الكافيتيريا. وبيجي جيو وده يبقى صاحب هان، وبيقعد يتكلم مع ميان وانه مستغرب منها لانها اتغيرت، وبيحكي لها على كل الحاجات اللي كانت بتعملها، زي انها كانت بتروح مع المكتبة وبتاكل بسرعة ومش بتتصفح الانترنت. فبتتوتر ميان وبتحاول تغير الموضوع عشان ما تتكشفش، لكن بتكون سيون قاعدة مع موتسي وشايفة ميان مع واحد غريان لانها مفكرة انها حبيبته. فبتروح لها وبتناديها باسم ياو. فبيستغرب جيو وبيقول ياو مين؟ دي اسمها هان. فبتتوتر ميان اكتر وبتقوم تاخد سيون وبتمشي. فبتسألها سيون ايه الاسم ده، فبتمثل عليها هي كمان، وبتقول لها انها بتحب يان حب سري، فبتستخدم اسم مستعار عشان محدش يعرف. وطبعا الغبية سيون بتصدقها، وبيعرف يان موتس حقيقة العلاقة بينه وبين ميان، وبيطلب منه ما يقولش لحد حتى سيون. وبتقول سيون لموتس على اللي قالته لها ميان. فبيعرف يان واللي بيتعصب وبيروح لمكان شغل ميان، وبيقول لها بقى احنا في علاقة حب سرية. فبتقول له انا عملت كده عشان ما تكشفش يا غشيم. فبيطلب منها ما تقولش لحد تاني على علاقتهم، وما تتواصلش معاه الا في المحاضرات وبس عشان هما مع بعض. وبتكون ميان قاعدة في المكتبة في الوقت ده. بيجي الواد اللازقة جيو وبيقعد برضه يقول لها انت اتغيرتي. فبتضطر تقدم على وظيفة العمل في المكتبة عشان تجاريه. وبتروح فعلا وبتلاقي يان هو المسؤول، وبيفتش عن الكتب بالصدفة وبتروح معاه، وبيدور حوار بينهم. لكن بيقطعهم اتصال لميان من صاحبتها عشان تحضر بسرعة في كليتها بقى بشخصيتها كميان مش هان، وهي كلية تصميم الأزياء عشان الدكتورة بتسجل الحضور. فبتسيب ميان يان وبتروح بسرعة الكلية. وبنشوف سيون بتقول له معاها على حقيقة ميان، فبتضحك وبتقول انا قلت البت دي اكتشاف لازم نعزمها تتغدى معانا. وبالفعل بتتصل بيان وبتقول له يعزم ميان على الغدا الاسبوع الجاي. فبيضطر يوافق وبيروح لميان اللي بتكون واقفة توزع اعلانات على الناس، وبيقول لها تيجي معاه تتغدى عند امه، لكنها بترفض. فبيمسك ايدها وسط الشارع، فبتبعد ايده وهوب بتقطع القميص بتاعه. فبتاخده لمحل هدوم عشان تشتري له قميص جديد، وبيقعد يجرب حاجات كتير جدا لكنها مش بتعجبه. وفي الاخر بيختار قميص ابيض نفس اللي هو لابسه. فبتروح ميان عشان تدفع ثمنه، لكن بتلاقي ان سعره محتاج تبيع كليتها عشان تدفعه. فبتاخد يان على جنب وبتقول له ان مش معاها فلوس بس هي تتصرف. وبتروح تجيب بادج على شكل ورده من الموظفه اللي في المحل، وبتحطه على مكان القطع ليان، وبتقول له كده زي الفل واحسن من الجديد كمان. وبعد كده بيتمشوا مع بعض. فبتشوف ميان واحده فرشه وبتبيع هدوم، فبتقول ليان بس انا هلبسك حاجه كده تحفه فنيه يا واد. وبتروح تاخد تيشيرت وبتقول له يلبسه لكنه بيرفض. فبتستفزه وبتقول له انت خايف تلبس تيشيرت رخيص عشان شكلك الوسيم ده بسبب الهدوم الغاليه صح؟ فبيتعصب وبياخد منها التيشيرت وبيلبسه. فبتعجب بشكله عليه وبتقرر تشتريه، وبتقول للبياع انها هتقف تبيع وتعمل لها ماركتينج مقابل انها تديهم خصم. فبتوافق وبالفعل بتستغل مهاراتها في الماركتينج، وبتروح تلبس نفس التيشيرت وبتعرضه. فالناس بتتلم عليها وبتشغل موسيقى وبترقص عليها، وبتطلب من يان يرقص معاها لكنه بيرفض. فبتقول له هاجي معاك الغدا بس ارقص معاها دلوقتي. فبيضطر يوافق وبيقضوا رقص هما الاتنين. فبيتبسطوا الناس وخصوصا الكابلز، وبيشتروا كل التيشيرتات الموجوده في المحل، وبيكونوا ماشيين سوا وبيشوفوا مكان كده بيدخلوا فيه الكابلز عشان يتصوروا. فبتدخل ميان وبتشد يان معاها بالعافيه وبيتصوروا، لكن بتطلع الصوره وحشه. فبيقول لها يان لو لازم اتصور يبقى اتصور صوره عدل على الاقل. فبيتصور معاها كذا صوره بكل الوضعيات وكل الاشكال ولا كانهم كابل بجد، وبتديله نسخه من الصور عشان يحتفظ بيها، وبتقوله انها هتروح. فبيعرض عليها انه يوصلها بعربيته لكنها بترفض، وبتقول له هركب الاتوبيس لكنه بيكون قلقان عليها. وبيروح وراها بالعربيه، ولما بتقف الاشاره بيجي جنب الاتوبيس وبيشوف ميان وهي عماله تبص على صورهم مع بعض ومبسوطه. فبيبتسم وبتوصل ميان لبيتها، وبتلاقي هناك جيو واقف مستنيها. فبتتوتر وبتقع من ايدها الصور. فبيشوفها جيو وبيسالها ليه ما ردتش عليه. فبتقول له موبايلي كان فاصل، وبتسيبه وبتدخل البيت. فبيتضايق جدا لانه بيحبها وبيمشي وهو زعلان. فبيشوفه صاحبه وبيقوله لو عايز تكسب قلب بنت هتلاقي هديه. فتاني يوم بيروح يجيب هديه فعلا لميان وبيديها لها وبيمشي. فبتستغرب وبتقول ماله ده، يا رب ما يكونش بيلمح لحاجه. وبتفتح الهديه فبتلاقيها مجرد ورقه مكتوب فيها كلام تحفيزي كده ملوش اي علاقه بالحب. فبتقول ميان الحمد لله طلع مش بيلمح لحاجه، وبتبعت له رساله تشكره على الهديه. وبتكون ياو واقفه مستنيه ميان. فبيشوفها موتسي وبيعجب بيها، وبيروح يقول لها ما تحن علينا يا معذبنا. فبتقول له غور يلا بدل ما اعمل معاك الجلاشه. وبتمشي هي وميان. فبتقول لها ميان ما تتعاملش مع موتسي عشان ممكن يجي للكليه بتاعتها ويفضحها. فبتقول لها ياو ما تقلقيش يا بت لو عمل معاكي حاجه هشبشب له. وبيروح يان يقول لميان تجهز عشان تتغدى مع عمه في خلال ايام، لكنها بتخلف بوعدها وبتقول له مش
مش جايه وبتسيبه وبتمشي. فبيقرر يان يهددها بالشكوى، فبتروح له البيت عشان تتفاهم معاه. فبيقول لها انها لازم تتظاهر انها حبيبته قدام عيلته والا هيشتكيها. فبتتضايق وبيطلع يان ورقه وبيديها لميان عشان تقراها، وبيكون كاتب فيها شروط علاقتهم كالتالي: ميان ما تقولش لحد انها مصاحباه من غير اذنه، وما تتواصلش معاه في الكليه في العلن، لو طلب منها اي حاجه لازم تنفذها فورا، واخيرا تتظاهر بانها حبيبته لمده سنه. وبتكون ميان مش عاجبها الشروط دي لحد ما بتقرا في الاخر مقابل كل ده انه مش هياخد منها تمن السوار ولا حتى قسط. وطبعا لانها جلده والجنيه بيخرج منها بطلوع الروح بتفرح وبتوافق وبتوقع على العقد، وبتروح تحكي لصاحبتها ياو. فبتحذرها من يان لان الحماه بتكون عقربه. فبتقول لها ميان انها شافتها وكانت لطيفه معاها. واثناء كلامهم بتتصل سيون بميان وبتقول لها تيجي تقابلها هي وامها. فبتتوتر لكن بتضطر تروح، وفي السكه بتتصل بيان لكنه مش بيرد. فبتبعت له رساله تشرح له فيها الحوار ومعاها عنوانها. وبتقابل سيون واللي بتكون لوحدها عشان عايزه تستجوبها وتوقعها في الكلام. وبتفضل تسال ميان اسئله كتير لكن ميان كالعاده بتمثل وبترد ردود منطقيه. وبيشوف يان الرساله فبيروح لها بسرعه وبيلحق الموقف قبل ما يحصل حاجه. وبتروح المطعم مع يان وبتقابل امه اللي بتكون مبسوطه بيها جدا. وفجاه في نص الكلام بتقول لهم انتوا لازم تتجوزوا في اسرع وقت. فبترشهم ميان بالميه اللي كانت بتشربها من الصدمه. وبتبص ليان عشان يقول حاجه، فبيقول لامه انه لسه بدري على الكلام ده ومحتاج هو وميان يتناقشوا الاول. ولما بترجع ميان بيتها بتشوف جيو واقف مستنيها. فبتساله مالك، فبيمسك ايدها. فبتقول له انت مالك يا ابني في ايه؟ فبيقول لها انت مش بعتلي رساله ان الهديه عجبتك؟ فبتقول له ايوه بس دي كانت رساله عاديه. فبيقول لها انا معجب بيكي. فبتتصدم وبتخترع عذر وبتسيبه وبتدخل. فبيتضايق جيو وبيقول انها كانت كويسه معاه قبل الاجازه. وبيقعد يفتكر التغيرات اللي حصلت لها بعد الاجازه وبيقول لا مستحيل تكون واحده غيرها. وتاني يوم بتكون ميان في المحاضره. فبيبعت لها الواد الملزق جيو رساله تخرج معاه عشان عيد ميلاده وعايز حد يحتفل معاه. فبتحاول ترفض لكنه بيقول لها هخلي حد يشتغل مكانك في المكتبه الشفت ده. فبتضطر توافق عشان ما تتكشفش. وبتروح تقابله وبيكون واخدها الملاهي. فبتساله مش ده عيد ميلادك جايبنا الملاهي ليه؟ فبيقول لها عشان انت بتحبيها. فبتقول له ايوه صح. وبيلعبوا لعبه وبعد كده بياخدها لعبه الاطباق الدواره. فبتقول له انها مش عايزه تلعبها. فبيستغرب وبيقول لها بس دي لعبتك المفضله. فبتقول له ايوه صح افتكرت، انت ذاكرتك قويه على فكره. وبتبعته يجيب لها ميه عشان تفكر هتعمل ايه لانها بتخاف من المرتفعات. فبتتصل بياو لكنها مش بترد. فبتتصل بيان وبتقول له ينقذها. وبتمثل انه عايزها في مهمه طارئه في الجامعه بما انه رئيس اتحاد الطلبه. وبتعتذر من جيو وبتمشي لكنه فجاه بيقول لها انت مش هان. فبتقول له انت بتقول ايه يا عم انت؟ فبيقول لها هان عمرها ما نسيت عيد ميلادي واللي هو مش النهارده، وكانت بتحب العجله الدواره ومش بتحب الالعاب التانية. انت مين؟ فبتتوتر ميان جدا ومش بتعرف ترد. وبعدها بتاخد ميان جيو للمستشفى لأوضة اختها هان عشان تعرفه الحقيقة. فبيتصدم جيو جدا وبتحكي ميان لجيو عن سبب الغيبوبة بتاعت اختها، وهي انها كانت بتتكلم في الموبايل معاها لكن فجأة جه سواق وهو مش منتبه للطريق وخبطها. فحصل لها نزيف في المخ وحالتها دلوقتي صعبة ومش معروف هي هتصحى امتى. وبتعرفه انها بتمثل شخصية هان وبتحضر مكانها عشان منحة التبادل الثقافي. بتطلب حضور كامل للمحاضرات. فبيتصدم جيو من كلامها وبيقعد يتكلم مع هان وهو بيبكي. وبتيجي الممرضة وبتقول لميان ان الدكتور ليو المسؤول عن حالة هان اكتشف دواء ممكن يساعد جدا في علاج هان بس للأسف سعره 3 أضعاف الدواء الحالي. فبتتصدم ميان جدا وبتتمشى هي وجيو وبيتفقوا انهم يجمعوا تمن الدواء ده عشان يعالجوا هان سوا. وبتشكر ميان جدا على مساعدته. وتاني يوم بيكون دكتور علم الاجتماع عامل لهم رحلة ميدانية وبيقسمهم لمجموعات كالعادة. وبتروح ميان مع يان واثناء ما هم واقفين في الجنينة بتشوف ميان نحلة فبتتخض وبتصرخ. فبيمسكها يان وهوب بيقربوا من بعض وبيعمل لها تنفس صناعي بالغلط. فبيتحرجوا الاتنين وبتطلع ميان تجري من شدة الإحراج. بس البنات كلها كانت واقفة وشافت اللي حصل بل وصوروا التنفس الصناعي كمان ونزلوه على النت وطلعت ميان ترند. فالجامعة كلها عرفت اللي حصل وكل البنات بقت تبص على ميان وهي ماشية. وبعد كده بتكون ميان مع جيو في تدريب الباسكت. فبيبعت لها يان رسالة وبيقول لها انت فين؟ فبتقول له على مكانها. فبيروح لها واول ما بيشوفها مع جيو بيتضايق. فبيروح يتحدى في ماتش باسكت بينهم وبتتلم كل البنات عشان يتفرجوا. فبيضطر جيو يوافق وبيلعبوا ضد بعض في فرق وبيكون واضح تفوق يان وصاحبه موتسي في المباراة. فبتشجع ميان جيو عشان يلعب. فبتشوفها سيون وبتروح تشدها من ايدها وبتكون متعصبة جدا وبتقول لها انت بتلعبي على الناحيتين مرتبطة باخويا اوسم شاب في الجامعة وكل البنات
البنات بتكراش عليه، وفي نفس الوقت ماشيه مع الواد الاهبل ده. انا كنت فاكراكي كويسه، طلعت توكسيك. فبتضطر ميان تقول لها حقيقه العلاقه بينها وبين يان. فبتروح سيون تشد يان هو كمان عشان تتكلم معاه، وبتقول له وهي متعصبه انت ضحكت عليا وعرفتني انك مرتبط بميان. فبيسالها عرفت منين؟ فبتقول له ميان قالت لي كل حاجه. فبيطلب منها ما تعرفش امه، وبيروح لميان المكتبه بعد كده وبيقول لها وهو متعصب لازم نتكلم. وبيقول لها انت نسيتي العقد اللي بينا ولا ايه؟ احنا مش قلنا ما تقوليش لحد انك مصاحباني من غير اذني؟ فبتقول له ان سيون احرجتها فما عرفتش تحور عليها. فبيقول لها عشان شافتك مع واحد تاني غيري فشكت. فبتقول له ميان انها حره ترتبط ولا لا، هما مجرد حبايب مزيفين مش اكتر، وبتسيبه وبتمشي. وفي المحاضره بيحاول يان يكلمها لكنها بتكون مرهقه ووشها اصفر وعماله تكلم نفسها. واول ما المحاضره بتخلص بتمشي على طول. وطبعا هي بتكون بتعمل كده عشان بتشتغل كذا وظيفه عشان تقدر تجمع تمن الدواء الجديد بتاع اختها. وبيتكرر الموضوع كذا يوم. فبيروح يان يسأل ياو ميان مالها مؤخرا. فبتقول له ان في حاجه حصلت لحد من عيلتها، فهي بتشتغل عشان تجيب فلوس وتعالجه. وبنشوف يان بعد كده بيستنى ميان في الجامعه، واول ما بتيجي بيعرض عليها تشتغل عنده مدبره منزل، تغسل وتنظف وتحضر الاكل وكده، لكنها بترفض. فبيقول لها هتاخدي 5000 ين في الشهر، واول 3 شهور هتاخديهم مقدم، وهتباتي في بيتي في اوضه لوحدها مجانا. فبتفرح جدا لان كده هتقدر تجيب الدواء لاختها. فبتقول موافقه بس بشرط محدش يعرف عن الشغل ده حاجه. فبيقول لها تمام. وبالليل بتروح ومعاها شنطه هدومها لبيته. فبيقول لها على المهام المطلوبه منها والمواعيد بتاعته زي ميعاد النوم والصحيان والاكل والمذاكره وكله. وبيطلب منها تلتزم بالمواعيد. فبتقول له اوك لا تقلق يا باشا. وبتروح اوضتها عشان تغير هدومها وتستعد، وبتكون جايه تشوفه عايز حاجه ولا لا، وبيكون قالع هدومه. فبتتحرج وبتتزحلق في الفرشه لكنه بيمسكها وبيقع عليها على الكنبه. فبتدوس بالغلط على بخاخ الفلفل اللي جابته معاها عشان تحمي نفسها. فبيجي في عينه وبتوجعه جدا. فبتاخده على الحمام وبتغسل له عينه وبتعتذر له على اللي حصل. فبيقول لها جايبه بخاخ الفلفل هو انا هاكلك ولا ايه؟ فبتقول له ان ده اجراء وقائي مش اكتر عشان هي سنجوره وحيده في عالم قاسي. وتاني يوم بتحضر له الاكل وبيبقى مبسوط منها لانها نفذت اللي طلبه بالظبط، لكن بتحط له في شنطه الرياضه فوطه غلط شكلها بناتي. فبيروح لها محل السمك اللي شغاله فيه وبيقول لها عليها. فبتقعد تضحك وبتقول له ان هي كمان ليها شروط، وهي اولا اجازه من كل اسبوع يوم السبت، ثانيا من حقها تاخد يوم اجازه تاني لعذر، وهتقول له قبلها بيوم. فبيقول لها حاطه فوطه غلط وليك عين تتكلمي؟ فبتقول له زي ما انت حاطط شروط انا كمان هحط، فين حقوق العمال؟ فبيسمع وبيمشي. فبتقول له السكوت علامه الرضا يا عينيا. وفي الوقت ده بتكون ميان في البيت وبيتصل عليها جيو وبيقول لها تقابله الساعه 7 في المستشفى. فبتقول له تمام. فبيتغاظ يان وبيروح ياكل وبيقول لها الاكل ناقص ملح، الاكل مش جوسي ليه؟ وبيقعد يطلع القطط الفطسانه في الاكل. وبعدها بيطلب منها تلمع الجزم بتاعته عشان يعطلها عن الميعاد. فبتعمل كده لكنها بتعمل حركه ذكيه وبتعمل نفسها خبطت فيه بالغلط وورنيش الجزمه جه على دراعه. فبيروح عشان يستحمى وهوب بتستغل ميان الفرصه وبتمشي وبيفضل هو يصيح. وبتروح المستشفى تزور اختها وبتشوف ان مؤشراتها بتتحسن فعلا بعد ما خدت الدواء الجديد. وبيجي جيو وبيقول لها ان سمع اشاعات عنها انها بتشتغل مدبره منزل عند يان، وبيطلب منها تخلي بالها عشان يان عليه العين وممكن تتكشف. فبتقول له انها عارفه المخاطره بتاعه الموضوع ده بس هي ماشيه كويس والدنيا تمام. وبترجع البيت فبيسمعها يان وبيروح يعمل نفسه عيان وعنده سخونيه عشان تفضل قاعده وتهتم بيه. وفعلا بتعمل كده وبتحضر له شوربه دافيه ترم عظمه كمان. وتاني يوم بتحضر له الاكل وبتمشي عشان تشتغل عامله توصيل. فبيعرض عليها انه يوصلها بعربيته بدل الموتوسيكل. فبتقول له انت عبيط يا ابني، عامل توصيل ايه اللي بيركب عربيه ده؟ احنا في مدينتي ولا ايه؟ وبتسيبه وبيمشي. فبينطلق وراها بالعربيه برضه. فبتشوفه وبتتعصب وبتحاول تتفاداه وبتدخل طرق جانبيه عشان تفلت منه، لكن بسبب كده بتزود السرعه عن الحد المسموح. فبيوقفها ضابط الشرطه وبياخد منها الموتوسيكل. فبتضطر تركب مع يان وهي متعصبه وبتقول له سوق بالراحه عشان الشاي بلبن ما يتدلقش. بس بيعدي راجل عجوز فجاه قدام العربيه فبيفرمل يان مره واحده. فبيقع الشاي بلبن وبيروحوا الاتنين للعميله اللي طالبه الاوردر وبيعتذروا لها. وبيقول لها يان انه هيدفع لها تمن الشاي بلبن. فبتقول له هعمل ايه بالفلوس؟ انا عايز اظبط الجمجمه. فبيقول لها انا هعمل لك احلى كوبايه شاي بلبن، المطبخ منين يا ست الكل؟ وبالفعل بيروح يان المطبخ وبيحضر الشاي بلبن وبيعجب العميله فعلا. لكن بعد ما بيمشوا بتبعت العميله شكوى على ميان. فبتتعصب وبتقول ليان ادفع لي بقى غرامه الموتوسيكل وغرامه الشكوى. فبيقول لها تعالى ناكل بس. فبتقول له مش عايزه. لكن وهم ماشيين بيشوفوا محل بيعرض عليهم اكل مجاني. فبتفرح ميان اللي كانت بترضع حقن نتانه وهي صغيره وبتقول له يلا ناكل. بس بيطلع الحوار ده تمثيل من يان وهو كان متفق مع الجرسونه
تقول كده عشان يخلي ميان تاكل. فبتتصدم وبتتضايق عشان تمن الفاتورة 800 ين. فبيقول لها يان ما تقلقيش لانه عازمها على حسابه. فبتفرح وبتقول له حس كده بقى اما نلف الاكل المتبقي ده اتسلى فيه لما اروح. فبيقول يان مفيش فايدة. وبيكون موتسي بيشتري كيكة عشان يديها لياو. فبيقول له يعني انت قديم قوي. فبيقول له انت اللي مش خبرة مع البنات، الكيكة دي اهم حاجة لقلب البنت يا عم. فبيقرر يعني يسمع كلامه وبيجيب كيكة هو كمان لميان. وبيروح البيت يحطها في التلاجة وبيطلب من ميان تجيب له ميه من التلاجة عشان بس تشوفها. وفعلا بتشوفها وبتتفاجئ وبتسأله انت اللي جبتها. فبيقول لها لا، موتسي كان بيشتري واحدة في المحل واداني دي هدية. وبيقول لها تجيبها عشان ياكلوا منها. فبتسمع كلامه وبتاكل منها وبيعجبها جدا. واثناء الاكل بيقول لها انت استعد كويس وما تجهدش نفسها عشان مسابقة المعرفة بتاع كاس التحدي هتبدأ الاسبوع الجاي. فبتتصدم ميان وبتقول له ايوه صح نسيت. فبيقول لها يا بومة ده انت خدت مكاني عشان تشاركي فيها. لكن ميان مش بتكون عارفة ده لان اللي المفروض يشارك هان زي ما احنا عارفين. فبتقول له الدنيا تلاهي بقى. فبيقول لها يان ان معاه مراجع مفيدة ليها. فبتروح لاوضته وبيدعوا 200 مرجع فيهم اسئلة عن المسابقة دي. فبتقول له ده باين انه هيبقى مرار طافح. وتاني يوم بيشوفها في المكتبة مع جيو بتحل اسئلة. فبيروح يشوفها وبيلاقيها غلطانة كتير وبيقول لها لازم نتكلم حالا. فبتروح وراه وبتقول له خير. فبيقول لها 5 غلطات من اصل 8 اسئلة، انت هتفضحينا كده في كاس التحدي. وبيطلب منها ترجع في ميعادها للبيت وهو هيقعد معاها يعلمها. فبتقول له ان عندها شغل. فبيقول لها انه هيضاعف مرتبها. فبتوافق بسرعة المادية الحقيرة وبتسأله انت ليه بقيت مهتم كده فجأة بيا. فبيقول لها لا مش بيكي ولا حاجة، ده بس عشان انت بتشاركي باسم الجامعة مش اكتر. وبتروح فعلا في الميعاد وبيدرس لها لكنها بتنام من كتر الارهاق في الدراسة. فبيشيلها وبينيمها في السرير. وفي الوقت ده قلبه بيدق بسرعة وشكلهم كده هيدخلوا في علاقة كلها تلزيق صديقي الجميل. والصبح بتصحى ميان وبتستغرب ازاي جات السرير كده. فبتعرف ان يان هو اللي شالها ونيمها. فبتروح له وبتخليه يقف وبتاخد مقاسات كتفه ووسطه. فبيسألها انت بتعملي ايه. فبتقوله انها هتصنع تيشيرت ليه كتعبير عن الشكر بسبب مساعدته ليها. لكن اول ما بتاخد مقاس رقبته بتقرب منه وشكلها كده دي هتبقى اول تنفس صناعي. بس ميان حظها شبه وشها والمساعد الشخصي الالكتروني بيقاطعهم. فبيتحرجوا هما الاتنين جدا. وبنشوف بعدها ميان خدت المقاسات وراحت لياو وبتقول لها تصنع تيشيرت بالمقاسات دي عشان تهدي ليان لانه بيساعدها عشان المسابقة. فبتقول لها صحيح فكرتيني المسابقة بتاع كاس التحدي دي هتتعرض لايف. فبتتوتر ميان وبتقول انسحب طيب ولا ايه. فبتقول لها يوم ما ينفعش للاسف القوانين مش بتسمح بكده. فبتقول ميان بس القوانين ما قالتش حاجة عن التبديل صح، بس لقيتها هخلي حد يبدل معايا. وبتقعد تفكر في الطريقة عن عذر عشان ما تشاركش وحد يبدل مكانها زي الحمى والحساسية وغيرهم. لكن بتحس انهم مش هيبقوا مقنعين. وفجأة بتعدي ست كبيرة قدامها فبتتفاداها بالموتوسيكل وبتقع على الارض ودراعها بيتجرح. فبتفرح وبتقول جت من عند ربنا. وبتروح المستشفى تربط دراعها لكن الممرضة بتقول لها انها حاجة خفيفة وهتخف بسرعة وده مش في مصلحتها طبعا. فبتخلي جيو يربط لها دراعها كأنه مكسور وهيقعد مدة طويلة عقبال ما يخف. وبيكون يانا عمال يتصل بيها عشان الوقت اتأخر وهي لسه ما رجعتش بس مش بترد. وتاني يوم بتروح ميان الجامعة وهي رابطة ايدها وبتقول للدكتور انها مش هتقدر تشارك في كاس التحدي عشان عملت حادثة ودراعها اتكسر. فبيجولها جوز الحرابي يون وفانا وبيقولوا انها كده مستهترة لان مفيش وقت للطالب اللي هيكون مكانها عشان يستعد. لكن بيظهر من العدم يان وبيقول انا هروح مكانها طالما لسه في وقت يبقى كل شيء ممكن وهنرجع بالكاس ان شاء الله. فبيتغير رأي كل البنات 180 درجة وبيوافقوا عشان الكراش يان بس هو اللي بيقول كده. ولما بيرجعوا البيت بتدي ميان ليان التيشيرت اللي صنعته له. فبيشكرها وبيقول لها ترتاح وما تعملش اي مجهود خالص عشان دراعها ما يتعبش. والصبح بتلاقيه محضر لها الفطار لاول مرة. فبتتصدم وبتقول الواد ده بقى جود بوي ولا ايه. وفي الليلة الاخيرة قبل المسابقة بتروح ميان تتكلم مع يان وبتقوله انها خايفة يخسر وتتحمل هي المسؤولية لانها دبسته. فبيقول لها انه هيتحمل هو المسؤولية بالكامل وهيرجع بالكاس. فبتطمن وبتديله مجسم كده عشان تشجعه. وتاني يوم بتبدأ المسابقة وبيكون الكل بيتفرج عليها لايف بما فيهم ميان. وبيطلع يان لابس التيشيرت اللي صنعته له ميان. فبتفرح جدا وبتكون المنافسة مشتعلة بين المشاركين الخمسة. لكن في النهاية بتصفي على يان وواحد اسمه تشان والسؤال الاخير هو هيحدد اللي هيفوز منهم. فبيسأل المقدم السؤال وللأسف بيدوس تشان الاول فهو اللي بيجاوب. وفي اللحظة دي بيقع قلب الكل لكن
بيتلخبط تشان وبينسى الإجابة، فبتيجي الفرصة على طبق من دهب ليان اللي بيجاوب إجابة نموذجية وبيفوز بكاس التحدي أخيرا. فبيفرح الكل وأولهم ميان، وبيقول يان في رسالته أنا وعدت ووفيت. فبتفهم ميان إن الرسالة دي ليها، وبتقول في نفسها إن الفترة اللي مثلت فيها دور هان قابلت شخص لطيف جدا وبتقعد تمدح فيه بعد ما كانت بتسب وتلعنه كل دقيقة. وبالليل في الحفلة بتتجمع يوان وشلتها على ميان عشان يخلوها تسكر ويستجوبوها، لكن بيتدخل يان وبياخدها وبيمشي. فبتتغاظ يوان جدا وبيروحها يان البيت وبينيمها على السرير، لكنها بتكون صاحية بس بتعمل نفسها نايمة وكده. وفجأة بيجي يان وبيقرب منها على راسها، بس بعدها بيتحرج وبيمشي. وبتفتح ميان عينها وهي مصدومة وبتقول مستحيل يكون بسن من راسي، اكيد انا بحلم او بهلوس بسبب الشرب. وتاني يوم بتصحى وبتلاقي واقف يحضر لها الاكل، فبتقرر تعمل نفسها كانت سكرانة ومش فاكرة اي حاجة. وبيقعدوا ياكلوا سوا وبيسألها يعني انت فاكرة اي حاجة من اللي حصلت امبارح؟ فبتقول له لا كنت سكرانة. فبيحاول يوقعها وبيقول لها انت قلت هتشتغلي مجانا لمدة شهر. فبتتصدم بس بتمسك لسانها وبتقول له ما تاخدش على كلامي وانا سكرانة. فبيقتنع انها فعلا مش فاكرة حاجة. وتاني يوم بيروح يعني الجامعة وبيلاقي كل البنات لابسة نفس التيشيرت اللي كان لابسه في المسابقة، كأنه مرض وطفح في المكان. وعلى الجانب الاخر بتكون ميان مع ياو اللي بتبقى سعيدة جدا عشان باعت كتير قوي من التيشيرتات دي، وبتحاول توقع ميان في الكلام عشان تخليها تعترف انها بتحب يان. لكن ميان بتنكر ده وبتقول احبه ايه؟ لا انا ممتنة ليه بس عشان فاز بكاس التحدي، وده هيتكتب في سجل هان. وبعدين هو اوسم واغنى شاب في المدرسة وانا حتة مدبرة منزل غلبانة. وبيتصل بها يان وبيقول لها تروح له بسرعة في حالة طارئة. فبتروح له فعلا وبتلاقيه قافل الباب. فبتسأله مالك؟ فبيقول لها ان في نحلة واقفة وهو بيخاف من النحل. فبتستغرب وبتقول في راجل شحط زيك كده خايف من حتة نحلة؟ هي الرجالة جرالها ايه؟ وبتروح تلف قماش على العصاية وبتخش الأوضة وبتقدر تجذب النحلة للعصاية. فبياخد منها يان القماشة وبيرميها من الشباك. وبنشوف فانا واقفة قدام بيت يان وبتتصدم لما بتشوف ميان جايه لها. فبتصورها وفي المحاضرة بتروح تقول لها تعالي قابليني في السكن بعد الجامعة. وبالفعل بتروح ميان. فبتسألها فانا انت سبت السكن ورحت تعيشي مع يان؟ فبتقول ميان ايه الهبل ده؟ لا طبعا. فبتقول لها فانا امال رحت النهارده تعملي ايه عنده يا كدابة؟ فبتقول لها ميان انا ما رحتش وما اعرفش انت بتتكلمي عن ايه. فبتطلع فانا الموبايل وبتوريها الصورة. فبتتعصب ميان وبتحاول تاخد منها الموبايل. فبيخبطوا زهرية وبتقع على الارض. فبيستدعيهم الدكتور وبيهزقهم وبيقول لميان انها كانت طالبة متفوقة دراسيا وعلى خلق ومش بتاعت مشاكل، لكن دلوقتي بقت مشهورة ومصاحبة وكل يوم بينزل عنها كلام على منتدى الجامعة. وبيصدمها في اخر كلامه لما بيقول انها بالشكل ده مش مؤهلة تبقى طالبة منحة التبادل الثقافي. فبتعتذر له وبتقول له انها مستعدة تعمل اي حاجة الا المنحة دي تروح عليها، لكن برضه بيرفض الدكتور. فبتزعل ميان جدا وبتروح المستشفى تعتذر لهان انها خلت الناس تسيء فهمها بسبب غلطاتها، وبتقرر تنهي التمثيلية دي. ولما بترجع البيت بتتعمد تعمل اكل مش حلو ليان وبتقول له هو مش موجود شكرا على كل حاجة عملتها لي. واول ما بيجي عشان يتغدى بيدوق الاكل وبيطلع مش حلو. فبيقول لها تظبطه المرة الجاية. فبتبكي ميان وبتقول له انت مش بتقدر اكلي ولا جهدي في اي حاجة ودايما بتعاملني باسلوب بارد، انا تعبت من كتر المجاملات الزائفة بتاعتي ليك كل يوم عشان كده همشي. فبيتعصب يان وبيقول لها يعني كل اللي فات ده كانت مشاعر مصطنعة وتمثيل؟ فبتقول له ايوه خلينا بقى ننهي العقد. وبتقول له في اخر الحوار شكرا انك اعتنيت بيا طول الفترة اللي فاتت دي. وبتمشي وبيكون يان زعلان جدا ومش مصدق اللي حصل. وبتمشي ميان لكن الجو بيكون بيمطر جامد جدا. فبياخد يان المظلة وبيروح وراها. وبنشوف ميان قاعدة عمالة تبص على الصور بتاعتها مع يان وبتبكي جامد جامد. وبيحاول يان يلحقها لكنها بتفلت منه وبتمشي. وبترجع السكن تاني في الأوضة بتاعتها مع فانا. وتاني يوم بيحس يان بفراغ كبير وبيشوف الباركود اللي كانت حاطاه ميان عشان يدفع لها الفلوس. فبيقرر يبعت لها 1000 ين. ولما بتوصل رسالة التحويل لميان وبتشوفها بتستغرب جدا. وبيروح يان الجامعة وبيستنى ميان لكنها مش بتيجي. فبيجي موتسي وبيسأله مالك انت متخانق مع حبيبتك ولا ايه؟ انا سمعت ان البنات هيمسكوها يهروها تنمر عشان واحدة منهم عرفت انها كانت عايشة معاك وفضحت الخبر. فبيتصدم يان وبيقول عشان كده وبيكون عايز يروح لها، لكن بيهدي موتسي وبيقعد ينصحه. وفي الاخر بيقول له اعترف لها بحبك قدام الكل عشان محدش يقدر يتنمر عليها. فبيوافق يان وبيبعت لها رسالة بيقول لها فيها اعتقد انك عايزة تقولي لي حاجة، قابليني عند بوابة الجامعة لما تخلصي. لكن ميان بتقول له انها مش فاضية عشان عندها شغل. فبيقول له موتسي يبقى كده لازم تفكر بره الصندوق وتروح لمكان شغلها مباشرة. فبيسمع يان كلامه وبيروح لمحل شاي بلبن. هي واقفة تروج له وتوزع الاعلانات على الناس وبتتصدم لما بتلاقي الناس بيشتروا منها وبتخلص كل اللي معاها. لكن بتشوف من بعيد يان اللي بيغري الناس يشتروا منهم الاعلانات دي
وبما انها ببلاش خدوها من ميان عشان يبيعوها له. وبعدها بيروح لميان وبيقول لها بقيتي مش مشغوله اهو، ممكن نتكلم بقى؟ فبتقول له انا ما عنديش حاجه اقولها. فبيقول لها انت مش بتيجي غير بالعين الحمراء. وهوب بيشيلها وبيركبها عربيته بالعافيه وبياخدها لساحه فاضيه وبيجيب لها بوكيه ورد وبيعترف لها بحبه. لكن بيرن موبايلها في نفس اللحظه فبترد عليه وبيكون اتصال من الدكتور ليو بيقول لها انها حركت ايدها اخيرا ومؤشراتها اتحسنت اكتر. فبتقول له انها جايه حالا وبتعتذر ليان وبتمشي. فبيقف وهو في حاله حزن وفجاه بتظهر شماريخ في السماء مكتوب فيها كلمه حب. فبتقول ميان من غير ما يسمعها انا بحبك يا يان، بس للاسف مش هينفع نكمل. وبتروح المستشفى تزور اختها. وتاني يوم بتشوف يان في الجامعه فبتبص بعيد وبتتجاهله، لكن بيتجمعوا مع بعض في فريق واحد في حصه الرياضه وبيلعبوا ضد فريق جيو لعبه صياد السمك. وبتكون ميان بتلعب وحش لان مستواها ضعيف في اللعب لحد ما بيفضل 2 بس وبتكون هي ويان اللي فاضلين. فبيرمي الخصم عليها الكوره لكن بيقف يان قدامها وبيحميها وبيقول لها تبذل جهدها عشان تفوز. فبتقرر ميان تلعب بكل قوتها وبتقدر فعلا تمسك الكرة من الخصم وترميها عليه وبتكسب هي وفريقها. فبييجوا الحرابيق يوان وفانا والباقيين وبيقولوا لها انت بتلعبي وحش طول الماتش ودلوقتي حلو، انت عايزه توقعي يان ولا ايه؟ فبيجي يان وبيهزق اللي خلفوهم وبيرزعهم خطبه طويله عريضه. فبيكتموا خالص وبيشيل ميان وبيروح بيها المستشفى عشان رجلها اتصابت وبيعالجها. واثناء ما هي قاعده على السرير بيقرب منها وبيعمل لها تنفس صناعي. فبتتحرج ميان جدا فبيعتذر لها يان وبيقول لها ما جاوبتيش على سؤالي. لكن بيقاطعهم الدكتور واللي بيشوف حالتها وبيقول انها محتاجه تعمل اشعه على رجلها عشان تطمن. وبيشيلها يان على ظهره وبيروحوا الجنينه وبيكرر السؤال وبيقول لها انت بتحبني؟ فبتعترف له اخيرا وبتقول له انها بتحبه جدا بس للاسف الحب مش كفايه. فبيتصدم وبيقول لها اديني سبب مقنع. فبتقول له انها مش عايزه تكون ضمن الدايره بتاعته عشان الاهتمام والضوء بيتسلط عليه والناس بتستناها تغلط عشان يتنمروا عليها. فبيقول لها يعني هتتخلي عن مشاعرنا عشان السبب ده؟ فبتقول في نفسها انها بتعمل كده عشان هي مش هاني الحقيقيه بس بترد وبتقول له ايوه. فبيتضايق يانو وبيمشي. وبتيجي ياو تقابل ميان وبتشوفها بتبكي فبتسالها مالك؟ فبتحكي لها كل اللي حصل. فبتقول لها ياو تفكر تاني كويس في الموضوع لان ممكن يبقى يان جوهره مش هتتعوض ولو ارتبطت باي حد تاني بعده هتقارنه بيه فهيخسر. وفي نفس الوقت بيكون يان بيحكي لموتسي فبيقول له موتسي ما تستسلمش وتخليك وراها لحد ما توافق. وبيجي اتصال من ياو لموتسي فبيروح يقابلها وبتقول له انهم لازم يتعاونوا مع بعض عشان يحلوا مشكله ميان ويان وبتديله مهله 3 ايام عشان يطلع لها بحل والا هتعمل له بلوك. وفي الكليه بيقول الدكتور ان في وفد ثقافي جاي بكره عشان يشوفوا رسمه الجدار بس في مشكله وهي ان اللي كان مسؤول عن الرسمه كل سنه هو يان ودلوقتي بقى مشغول في برنامج البث التعليمي فلازم حد يتطوع مكانه. فبيكون الكل خايف وفجاه بترفع ميان ايدها وبتقول انا بعرف ارسم. فبيوافق الدكتور تتولى هي مهمه الجدار وبتروح ترسم عليه فعلا. لكن فجاه الدنيا بتمطر فبتتضايق جدا عشان كده مجهودها هيضيع والرسمه هتسيح وبتخبط في جرد الميه وبتقع. لكن بيجي يان وبيلحقها بس بيقعوا الاتنين سوا على الارض. وبعد كده بتفوق ميان في المستشفى وبيكون جنبها جيو فبتقوله انها لازم تروح تكمل الرسمه. فبيهديها جيو وبيقول لها ان يان هيتكفل هو بيها مكانها وده زي ما قاله. وتاني يوم بتروح ميان الجامعه وبتشوف الكل واقف عند اللوحه فبتروح تبص عليها وبتنبهر من مدى ابداع يان في التفاصيل. فبتروح تشكر على مساعدته ليها وبتحكي لياو على اللي حصل فبتفرح لها وبتقول لها انها تعزمها على خروجه عشان تفك عنها شويه. وفي نفس الوقت بيكون موتسي جايب يان بحجه انه يعترف لياو بحبه بس بتطلع دي طبعا خطه منهم عشان يجمعوا يان وميان مع بعض. وبالفعل بيقدروا يضحكوا عليهم وبيتقابل يان اللي ماسك في ايده بوكيه ورد مع ميان. فبيقول لها هسألك هنا والاخر مره موافقه تبقى حبيبتي؟ لو وافقت خدي بوكيه الورد. فبتاخده ميان اخيرا. فبيقول لها يان كده من النهارده انت بقيتي ملكي. وبيقربوا من بعض للمره اللي مش عارف كام بصراحه. وبيكونوا موتسي ويو واقفين من بعيد وشايفينهم بالمنظار وبيفرحوا جدا وبيقولوا ايوه كده يا شباب دلعونا بقى. وبنشوف في المستشفى جيو قاعد وبيقرا روايه لهان وفجاه بتحرك ايدها وبتفتح عينها لاول مره. وبنشوف ميان في نفس الوقت بتستعد عشان عندها برزنتيشن بالانجليزي وبتروح الجامعه وبتقابل هناك يان اللي بقى حبيبها بشكل رسمي. وبيروحوا على المسرح لكن بتكون ميان متوتره وبتنسى كلمات كتير جدا فبتقول انها رايحه الحمام وجايه وبتروح فعلا. والصدمه اننا بنلاقي هم موجوده وبقت زي الفل من غير ما نعرف ازاي وامتى حصل ده اخر مره شفناها كانت يا دوبك فتحت عينها. بس عموما المخرج عايز كده وبيبدلوا الاتنين مع بعض وبتطلع هان تلك الخطبه بطلاقه. لكن بيستغرب يان لان دي خطبه تانية غير اللي كانت بتسمعها ميان من لحظات. فبتقوله انها قررت ترتجل وبيروحوا الهايبر ماركت عشان يشتروا مستلزمات للبسكويت لان ميان
وعدته تعملهوله، وبتبعت هان رسالة لميان عشان تيجي مكانها بسرعة، وبالفعل بتيجي وبيقعدوا يحاولوا يبدلوا مع بعض، وفعلا بينجحوا في ده بالعافية. وبتروح ميان وبتعمله البسكويت، وبيطلع يقرف الكلب لكنه بيقول لها انه كويس، فبتقول له ما يجاملهاش، فبيقول لها دي كدبة بيضة، فبتقول له يعني لو كدبت عليك كدبة بيضة هتسامحني؟ فبيقول لها بس انت ما بتكدبيش كده كده. وبتروح ميان تسأل ياو لو حد بتحبه، وعرفت انه كان بيكذب ومغير اسمه وهويته، هتعملي ايه؟ فبتقول لها هعمل معاك جلاشة. فبتقول ميان من حيث كده بقى لازم اعترف له وهو مزاجه كويس ورومانسي كده عشان نتجنب الاضرار. وبالفعل بتحضر له بلالين وزينة في الشقة، وبتكون كاتبه جملة انا بحبك على الحيطة. وبيرجع يان وبيشوف كل الحاجات دي فبيفرح جدا، بس بعدها بيسأل ميان ايه سبب كل ده. فبتقول له انا عايز اقول لك حاجة مهمة. بس فجأة بتوصل ام يان وبتقاطعهم، فبيسألها يان جاية تعمل ايه هنا؟ فبتقول له انها جاية تطمن عليهم. وبتسأل ميان ناوي على الخطوبة امتى؟ فبتتوتر شوية، بس بتقول لها شوية كده لان علاقتنا لسه في البداية. وبتقول افتكرت انا عندي محاضرة ولازم اروحها بسرعة، وبتقدر تخلع منهم. وبنشوف هان وهي رايحة الكلية لأول مرة بعد ما بتصحى، واول ما بتخش القاعة مش بتقعد جنب يان، فبيستغرب ويبعت لها رسالة يسألها هي ما قعدتش جنبه ليه. وطبعا الرسالة دي بتوصل لميان في البيت مش هان، فبتبعتها لهان. فبتقرر هان تقوم وتقعد جنبه، فبتتغاظ يوان جدا. وبعد المحاضرة ما بتخلص بيسأل يان ميان عن الكلام المهم اللي كانت عايزة تقوله له امبارح، فبتقول له بالليل هتعرف. وبتسيبه وبتروح مع جو للمكتبة، وبتشكره على طول فترة اعتنائه بيها، وبيقعدوا يضحكوا مع بعض. وبيكون يان في المكتبة فبيجيله اتصال من ميان، وبتقول له ما يتأخرش ويرجع البيت بسرعة عشان تقوله على الموضوع المهم ده. وفجأة بيشوف يان ميان اللي بيتكلموا في الموبايل دلوقتي حالا بتتمشى مع جيو ومش معاها موبايل اصلا، فبيتصدم جامد. وبيقول لها انا كمان عايز اقولك حاجة خطيرة. وطبعا اللي بيكون شايفها دي هان بس هو ما يعرفش. وبيستنى يان لما بتخلص هان كلام مع جيو، وبيقول لها تعالي معايا دلوقتي. فبتحاول تبعت رسالة لميان لكن بياخد منها الموبايل. واول ما بترجع ميان للبيت بتكون مجهزة معاها هدية عشان تعتذر ليان وتعرفه الحقيقة، لكنه بيسبقها وبيقول اطلعي. فبتظهر هان فبتتصدم ميان جدا، لكن بعدها بتتمالك نفسها وبتعرف عن نفسها وعن السبب اللي خلاها كانت متقمصة شخصية هان. وبتقوله انها كانت مقررة تقوله في اقرب فرصة واللي هي دلوقتي. فبيتعصب يان وبيقول لها كان عندك فرص كتير جدا لكن يبدو كده انا مش جدير بثقتك مهما عملت. وبيجرح صباعه بالغلط. فبتعتذر له وبتقوله انها ما كانتش متوقعة انه يقابلها. وبتقوله كمان انه لو عايز ينفصل عنها، وقبل ما تكمل بيقاطعها وبيقول لها اسكتي. فبتمشي وبيفتح يان الهدية بتاعتها وبيلاقيها تيشيرت مكتوب عليها انت زهرة شبابي. فبيقعد يفتكر كل ذكرياته الحلوة بينهم. وبترجع ميان وهي معاها شنطة الاسعافات عشان تعالج الجرح اللي في صباعه. وبتقوله انها صحيح زيفت اسمها وهويتها لكن مشاعرها وحبها كان صادق، وكانت بتعمل كده عشان خايفة لو قالت الحقيقة تخسره. فبيقول لها انه زعلان على عدم ثقتها فيه مش حكاية تزييف الاسم. وبيقول لها كمان لا وعايزة تنفصل عني كمان، غلطة تانية دي على فكرة. فبتقول له يعني احنا مش هننفصل؟ فبيقول لها لا يا غبية. فبتفرح جدا وبتديله التيشيرت عشان يلبسه، فبياخده منها فعلا. فبتقول له ده معنى انك سامحتني نبقى خالصين. وبالفعل بيسامحها وبتعمل له البسكوت، وبيقعدوا يهزروا مع بعض كمان. وبيقول لها في شروط للعلاقة دي زي مثلا انها ما تكدبش عليه تاني، وانه يبقى اول واحد يعرف لو في مشكلة عندها، وانها ما تقولش كلمة انفصال دي تاني. فبتوافق ميان وبتسجل كل الشروط في الدفتر عشان تنفذهم بالحرف. وبيقرروا بعد كده ينشروا خبر انفصال يان عن هان، وبالتالي هترجع كل حاجة لوضعها الطبيعي. وبيخلي علاقتهم تفضل سر الفترة الحالية. فبينتشر الخبر في كل انحاء الجامعة. ولما بيروح يان بتيجي يوان تسأله عن الكلام ده، فبيقول لها كلام صحيح انا انفصلت عن هان بشكل ودي. فبتفرح جدا وبيتصل موتسي بيان وبيقول له ايه الكلام ده، هي خزوقتك ولا ايه؟ فبيتعصب يان وبيقول له اكتم يلا. وبتكون ميان واقفة وفجأة بتيجي عربية وبينزل منها واحد وبيخطفها. فبتشوفه ياو وبتتصل بيان تعرفه وبتقول له على نمرة العربية، لكن بيطلع مش اختطاف ولا حاجة، ده الواد اللي دماغه لسعة موتسي واخدها الكافيه عشان تقعد مع يان يتفاهموا ويصلحوا علاقتهم. وبيجي يان ومع ياو اللي بتكون مش طايقة موتسي وعايزة تهين اللي خلفوه، لكنه بيفهمها انه عمل كده لغرض نبيل. فبتقول له اقولك مين اللي نبيل وما تزعلش. فبيعرف يان موتسي بالحوار ده، فبيتصدم جدا. وبتيجي ياو وبتقول لموتسي تعالى معايا في جولة وسيب عصافير الكناريا دول مع بعض. وفي الوقت ده بنشوف شخص عمال يقنع رسام اسمه تسو عشان يشارك كحكم في احدى مسابقات تصميم الازياء، لكنه بيرفض وبيسيبه وبيمشي. وبيخبط في ميان بالغلط اثناء ما هو ماشي. فبيقول له انا اعتذر لحبيبتي، ولما بيبص عليها بيتصدموا هما الاتنين. وبيقول
بتقوله في نفس الوقت انت، فبيستغرب يان جدا وبيسأل ميان مين ده، فبتقوله ان كان زميلها من ابتدائي وكان ده الواد اللي بيكراش عليها زمان وكده، بس من بعد ابتدائي ما تقابلوش. وبالليل بيكون مدير الاعمال قاعد يتحايل على تسو عشان يشارك وبيحاول يقنعه ان ده مفيد ليه عشان هيزود شهرته، لكن تسو برضه بيرفض لحد ما بيشوف اوراق المشاركين في المسابقه واللي بتكون منهم ميان، فبيتصدم وبيغير رايه 180 درجه وبيقول انه هيشارك. وبيروح تسو للجامعه وبيقابل ميان، فبتتصدم وبتقول له بتعمل ايه هنا، فبيقول لها انه طالب زيها في كليه الفنون الجميله بس ما كانش بيحضر عشان كان في منحه التبادل الثقافي. فبتنبهر ميان منه وبيكون موتسو واقف بعيد وشايفهم، فبيقرر يصورهم وبيروح يوري الصور ليان وبيقول له الموزه بتاعتك هتضيع منك، فبيقول له اكتم يالا ده مجرد زميل الطفوله بتاعها، وبيطرده من بيته بالذوق. وبالليل بيقول لميان تعالي نلعب اسئله واجابه زي اي اتنين مرتبطين، وبيقول لها ايه هي المميزات اللي فيا، فبتقول له مالك النهارده متغير كده ليه، فبيقول لها انه عايز يتاكد من حاجه، فبتقول له على كل مميزاته زي انه وسيم وذكي وجسمه الرياضي وحنين وبيطير في الجو ينزل اوكسي وحاجات تانية كتير كده. فبيطمن وبيقرب منها وبيقول لها انت ملك انا وبس، ولسه هيعمل لها تنفس صناعي بيرن حد الجرس، فبتروح تستخبى بسرعه وبيفتح يان وبتطلع يوان اللي ما عندهاش بجنيه كرامه جايه عشان تلاغيه وجايبه له كيكه، لكنه بيديها على دماغها كالعاده وبيقول لها تمشي، فبتسمع الكلام وبتمشي. وبنشوف جيو قاعد مع هان في يوم عيد ميلاده وبيحتفلوا سوا وبيفجرها جيو وبيعترف بحبه لهان، فبتوافق تبقى حبيبته. وعلى الجانب الاخر بيكون يان عايز يدي لميان هديه، فبيروح لمحل مجوهرات بس مش بيلاقي حاجه تشده، فبيصنع لها اسوره مخصوص بنفسه وبيجهز لها ورد وبلالين ودباديب في البيت وحاجه اخر رومانسيه، لكن بتتصل بيه البومه يوان وبتقول له انها سكرانه وفي حد بيعكسها في الحانه، فبيروح لها وبينقذها، فبتقول له انها عايزه تغير هدومها ومش هينفع ترجع السكن دلوقتي وهي سكرانه، وبتطلب منه ياخدها لبيته تغير هدومها، فبيوافق. وبتروح البيت وبتشوف كل الحاجات الرومانسيه دي وبتدخل الاوضه تغير وبتشوف التيشيرت بتاع ميان وجنبه صورتها معاه، فبتتغاظ جدا وبتلبس التيشيرت وبتخرج، فبيقول لها يان كله الا التيشيرت ده، فبتقول له انا لقيته ارخص حاجه عندك فلبسته، فبيقول لها بعصبيه على التيشيرت، فبتقول له كل ده عشان هي اللي جابته لك وعامل لها الجو الرومانسي ده كله عشان ترجع لها. وفجاه عديمه الكرامه دي بتقرب منه وبتقعد تقول له انها بتحبه من زمان قبل ميان وهي اللي تستحق انه يحبها لانها من نفس الطبقه بتاعته وكلام عبيط كده. لكن في اللحظه دي بترجع ميان البيت وبتشوفها وهي قريبه من يان، فبتتصدم وبتزعل جدا وبتعتقد انه بيخونها. وبيشوفها يان فبيزق اللزقه عديمه الكرامه بعيد عنه، واللي بتسال ميان جايه تعمل ايه هنا وهي انفصلت عنه اصلا، فبتقول لها انها جايه تاخد حاجه وتمشي، وفعلا بتمشي. فبيتعصب يان وبيقول للبومه قلعت التيشيرت ده انت ارخص منه اصلا، وبيروح ورا ميان لكنها بتكون ركبت تاكسي ومشيت وهي بتبكي. ولما بتروح بتستحمى وبتقعد تقول انا مش عايزه اشوف الخاين ده تاني. وتاني يوم بتحط مكياج وبتقول انا سترونج بندنت وومن ومفيش حاجه تهزني، وبتروح تقابل تسو وبيقعدوا يتكلموا سوا وبيقترح عليها يروحوا الملاهي، فبتوافق وبيروحوا يلعبوا ويتنططوا وبيشوفهم يم مع بعض، فبيتعصب وبيقول لميان انه عايز يتكلم معاها لكنها بترفضه بحجه انها مشغوله، فبيقول لها مشغوله وبتلعبي في الملاهي، فبتقول له مش احسن ما اكون شريك حياتي مع واحده صفرة، وبتمشي. وبيقول يان لتسو دي حبيبتي انا، فبيقول له تسو كانت بس دلوقتي انا موجود وهاخدها منك يا حلو. وبتجهز ميان شنطتها عشان تسافر في رحله مع تسو لجدتها، وبيكون واقف بره يان مستنيها لكنها بتتجاهله وبتروح تركب مع تسو عربيته، فبيقرر يان يروح وراهم وبيطاردهم وبيوصلوا للقريه وبتقابل ميان جدتها وبتسلم الجد على تسو هو كمان، وبتكون مصدومه ان شكله اتغير قوي كده عن زمان، لكن بيظهر فجاه يان فبتساله انت مين، فبيقول لها انا حبيب ميان، فبتتحرج ميان ومش بتعرف ترد. وعلى الجانب الاخر تسو بيقول للجد ده بيقول اي كلام ما تصدقيهوش، وبتكون المنافسه بينهم الاتنين اقوى من المنافسه بين رونالدو وميسي، وبيقعدوا ينكشوا في بعض طول اليوم لحد ما بيرجعوا للاوضه بتاعتهم وبيناموا. وتاني يوم بتكون ميان واقفه مع تسو في الجنينه وهو عمال يرسم لوحه فنيه جديده وبتكون مبسوطه جدا معاه، فبيشوفهم يان اللي بيراقبهم من بعيد فبيغير وبيتضايق جدا. وبيرجعوا ميان وتسو للبيت عشان يتغدوا لكن بيكون يان مش موجود، فبتقول ميان لجدتها انها تروح تدور عليه عشان ممكن يكون تاه، وبتفضل تدور عليه لغايه ما الدنيا بتليل. وفجاه بتشوف علبه على الارض فبتفتحها وبتلاقي صوره مكتوب عليها اول حرف من اسمها واول حرف من اسم يان، فبتتصدم وبتشوف يان واقف بعيد فبتروح له
فبيقول لها انت جيت تدوري عليا؟ فبتقول له لا، جدتي هي اللي اجبرتني اجي عشان ممكن تكون تهت. وبتقول له انت ضايع منك دي، وبتديله العلبه وبتساله هو جه وراها ليه المسافه دي كلها. فبيقول لها انه ما قدرش يشوفها مع صاحبها لوحدهم. فبتقول له هنبتدي نغير بقى ولا ايه؟ فبيقول لها انا برضه، ده انت اللي عامله عليا حرب عشان سوء تفاهم حصل. فبتقول له انها عارفه ان مفيش حاجه بينه وبين يوان، لكنها اتضايقت انه خلاها تلبس التيشيرت بتاعها وتقف مكانها في اليوم ده. فبيعتذر لها وبيقول لها انه مش هيخون ثقتها تاني ابدا، وبيرجعوا زي الاول سمنه على العسل، وبيلبسها الاسواره وبيبوس ايدها وبيقرب منها. وفي اللحظه دي بيوصل تسو وبيشوفهم فبيتضايق وبيمشي وهو محبط جدا. وتاني يوم بيمشوا وبيرجعوا المدينه عشان مسابقه تصميم الازياء، وبتبدا المسابقه وبتروح ميان. فبيروح وراها تسو يتكلم معاها ويشجعها، وبنشوف ايد شخص بتصورهم، وبيجي يان وبيقاطعهم وبيقول لتسو انت مش حكم، استعد بقى. وبنشوف المتسابقات بيصمموا الفساتين بتوعهم والحكام بيقيموا، وفي النهايه بيطلع تسو بتفويض من لجنه الحكام وبيعلن ان الفايز هو ميان. فبيسقف لها الكل، لكن فجاه بتيجي المتسابقه اللي ضدها وبتقول ان في تحيز حصل، وبتطلع الصوره اللي صورتها لهم من شويه. فبيتصدم كل الجماهير جدا، وبيدافع تسو عنها وبيقول هو عشان انا عارفها او اتحيز لها؟ طب وباقي الحكام اللي معايا دول ايه نظامهم؟ لكن بترفض المتسابقه دي انها تقتنع، وبتفضل تصيح وبتقول ان ممكن هو اداها معلومات ساعدتها في التصميم وده غش. فبيطلع يان على المسرح وبيقول بما انه من عيلة كل مسؤولة عن تنظيم المسابقة دي اصلا، بيقرر ان لجنة الحكام تسأل ميان عن تصميم جديد حالا عشان يحسموا هل هي فعلا تستحق اللقب ولا لا. فبيوافق تسو وبيقول انه مش هيشارك عشان ما يبقاش في اي شك. وبتصمم ميان فستان قدام الكل من غير ما تتوتر ولا تتهز، وبتقدر تعمله في وقت قياسي جدا. وبتيجي الموديل بتاعتها وبتشرح ميان فكرة الفستان، فبينبهروا كل الحكام منها وبيسقفوا لها. فبيطلع يان على المسرح وبيعلنها بكل وضوح رسميا ميان الفائز بدرع مسابقة تصميم الازياء، وبيعزمها تسو على العشاء عشان يحتفلوا. لكن يان بيقول ان عندها موعد معاه. فبتقول ميان خلاص نخرج كلنا، والله ما انا مزعلكوا يا جدعان. وبيروحوا سوا المطعم وبيقعدوا الاتنين يتنافسوا على مين هيتوقع ذوق ميان في الاكل. فبيفوز يان، فبيقعد تسو يشرب لحد ما بيسافر وبيكون مهايبر على الاخر وبيقعد يغني. فبتسأله ميان انت ساكن فين عشان نروحك؟ فبيقول لها في قلبك يا روحي. فبتقول الله عليك يا فنان اخرس بقى. وبتاخده هي ويان لبيتهم، وبتطلب من يان يجيب له تيشيرت من عنده عشان يلبسه. فبيروح يان يجيب التيشيرت، لكن لما بيجي يلبسه لتسو المحشش ده بيرمي عليه غطاه وبيسيبه نايم على الكنبه. بس بيصحى الصبح بيلاقيه نايم في حضنه. فبيرزعوا سوبر كيك بيطيروا من على السرير وبيقعدوا ينكشوا في بعض الصبح. فبيقول له يان امشي يا حبيبي من هنا، مش ناقصه تحشيش من اولها. وبنشوف فانا وصاحباتها ماشيين وبيشوفوا خبر فوز ميان بجائزه مسابقه تصميم الازياء. فبتتصدم فانا وبتقول هي هان بتستخدم اسم مستعار في الفن ولا ايه؟ فبتقول صاحبتها انا عندي صاحبه في كليه تصميم الازياء هسالها. وبتتصدم لما بتعرف ان فعلا في بنت اسمها ميان في الكليه معاهم. فبتقول فانا مستحيل، يعني كده هنا تبقى ليها اخت توأم اسمها ميان. وبنشوف يانو هو بيجيب لنفسه قهوه وميان بتكون بتتكلم في الموبايل. فبتقول له ان تسو بيشكرهم على استضافته، وبتحكي له ميان عن طفوله تسو انه كان بلا اهل عشان ابوه وامه سافروا يشتغلوا وسابوه لوحده في القريه. فجدتها كانت بتخليه يجي البيت عندها وكده، فكانت هي بتلعب معاه وبقى اصحاب من وقتها. وبتطلب من يان يرجع البيت وهي هتروح تدور على تسو، وبعد كده هترجع هي كمان. وبتروح فعلا تقابل تسو وبيديها كتاب فيه تصاميم كتير جدا هتفيدها في شغلها كتعبير عن الشغل يعني. وبنشوف ماتش مبارزه بعد كده بين يان وواحد اسمه هوانج، وبيفوز يان. وبنشوف ان هوانج بيكره يان جدا لان المنافس بتاعه على منصب اتحاد الطلبه. وفي الوقت ده بتكون ميان قاعده بترغي مع ياو، وبتعرف منها ان في جروب معجبين خاص بيها هي ويان. وبتقول لها ياو ان في معجب اسم الاكونت بتاعه الاوراق المتساقطه في الخريف بيتكلم بنفس اسلوب يان. فبتقرر ميان تعرف حقيقه الحوار ده وبترجع للبيت تتسحب. وبتستغل ان يان في الحمام وبتروح تحاول تفتح اللابتوب بتاعه لكنها مش بتعرف كلمه السر. ولما بيقفشها بتقوله انها جايه تبحث عن طريقه عمل الاشطوطه مش اكتر يعني. فبيقول لها كلمه السر هي، وقبل ما يكمل بتقول له اوراق الشقط المتساقطه في الخريف. فبيتصدم وبيقول لها عرفت ازاي؟ فبتضحك عليه وبتقول له بقى معقوله يان الكاريزما عامل اكونت ومنضم لجروب المعجبين بتاعنا؟ وبتقول له انا هتعرف الناس كلها انه يبقى صاحب الحساب ده. وبتفضل تضحك. فبيحاول يمسك منها الموبايل فبتقع على السرير وبتقول له خلاص سامح المره دي مش هقول حاجه. وبتعرف فانا يوان حقيقه الاختين التوأم. فبتتصدم وبتكون مش مصدقه، لكن بتوصي فانا تراقب هان وهي هتركز مع ميان. وبنشوف بعد كده ماتش مبارزه مره تانية بين يان وهوانج، وبيكون ماتش قوي جدا رايح جاي وكل طرف بياخد نقطه. لكن بيقدر يان يضرب هوانج ضربه قاضيه، بس فجاه بيقع هوانج على الارض
ورجله بتتكسر، فبيروح يان يطمن عليه، وبتحصل حالة ثورة من مشجعين هوانج في قسم الهندسة، وبيقولوا ان يان كان قاصد يصيبه عشان ما يبقاش قدامه في الانتخابات. وبيرد عليهم مشجعين يان انه وقع لوحده، وبيقضوها شرشحة لبعض، لكن بيفض بينهم استاذ المبارزة. وتاني يوم بيجي موتسي وبيوري يان كلام الناس على منتدى الجامعة انه ارتكب فعل بشع والجو ده يعني، لكن بيكون يان مش قلقان من حاجة. وبتكون مان بتتفرج على الفيديو وبتشوف ان يان ما عملش حاجة غلط، فبيجي تسو وبيقول لها انا درست المبارزة سنتين ومفيش اي اصابة خطيرة في اللعبة دي، لان الطرفين بيكونوا محميين. ومن واقع الفيديو ده ان هوانج وقع نفسه، فبتتعصب ميان وبتقول يعني بيمثل عشان يكسب تعاطف الناس في الانتخابات. فبتروح تقول لموتسي على طول، وبيتفقوا انهم يفضحوا هوانج، وبالفعل بيراقبوه. وبالليل بيروحوا معاهم ياو ورا هوانج للحانة، وبتستخبى البنتين ورا الكرسي، وموتسي بيلبس نظارة وبيعمل نفسه اعمى وبيخبط بالقصد في عكاز هوانج، فبيقوم يتحرك عادي. فبتصوروا البنتين وبيقول له هوانج ما تفتح يا عمى، فبيمسك موتسي العكاز وبيقول له لا انا قاصد على فكرة. وبيكون هوانج عايز يضربه، فبيجري موتسي وبيحدف له العكاز بتاعه. وبيكونوا البنتين خلاص صوروا كل حاجة وبيمشوا هما كمان. وبترجع معانا البيت وبتعرف يعني اللي حصل، وبتوري له الفيديو لهوانج وهو بيتحرك عادي، وبتقول له انها هتنشر الفيديو ده في منتدى الجامعة عشان الكل يعرف حقيقة هوانج. لكن بيمنعها يان وبيقول ان لو عمل كده الناس هتهاجم هوانج بشكل عنيف جدا ممكن يأثر على حياته، وكده كده الانتخابات مش مستاهله كل ده. فبتفرح ميان جدا من كلامه وبتقول له هتخليني احبك اكتر من كده ايه، وبتقرب منه وبتحضنه. وبعد كده بتقول ميان لياو ان يان رفض نشر الفيديو، فبتتضايق وبتقول الحقير ده كده هيبقى رئيس اتحاد الطلاب، انا مش هقدر اتحمل ده. فبتوافقها الرأي وبتقرر تدعو هوانج انها تقابله، فبيقول لها عايزه ايه، فبتعرض قدامه الفيديو بتاعه. فبيتعصب وبيقول انتوا كنتوا متفقين عليا بقى. فبتقول له بنستخدم اسلوبك القذر، وبعدين احمد ربك ان يان رفض نشر الفيديو على المنتدى، والا كان زمانك اتدشملت من كتر التنمر. وبتقول له ان معاها نسخه من الفيديو عشان لو فكر يضايق يان تاني مش هتتردد المره دي وهتنشره. وبتسيبه وبتمشي، فبيتعصب جدا وبيرمي العكاز. وبعد كده بنشوف الشله اللذيذه بتاعتنا، وهو تسو بيرسم على التيشيرتات اللي هيبيعوها عشان يلموا تبرعات للجمعيات الخيريه والفقراء، وبيروحوا يبيعوها. وبينضم لهم جيو، وبيجي ناس كتير جدا وبيشتروا منهم كل التيشيرتات. وبتقتل الحمله دي بثمارها، وبيفوز يان بالانتخابات وبيستمر للمره التانية كرئيس اتحاد طلاب الجامعه. فبتحتفل بيه ميان وبيقعدوا يشربوا ويرشوا بعض بالميه، وحاجه اخر رومانسيه تحت شعار السناجل ما تتفرجش على المسلسل ده. وبتقول ميان لياو انها قررت يفتحوا متجر ملابس بما ان المتجر الاونلاين بتاعهم ناجح، فبتوافقها ياو وبيبحثوا على النت عن محلات للايجار وبيلاقوا كذا واحد. فبتروح ميان تشوفهم واحد ورا التاني وبتنسى تاكل، فمعدتها بتتعب وبتقع على الارض. وبيشوفها تسو فبياخدها الاستوديو بتاعه عشان ترتاح عقبال ما يجي يان. وبيوصل يان وبيشكر تسو على اعتنائه بميان. وفي الوقت ده بيكون موبايل هام بيرن لكنها بتكون مش موجوده، فبترد مكانها فانا. وبيطلع الدكتور ليو وبيقول لها تيجي المستشفى عشان الفحص الشهري بتاعها، لكن الحقيره دي بتمسح المكالمه من السجل عشان هام ما تعرفش. وبعد كده بيجي الميان اتصال من مالك محل من المحلات اللي معروضين للايجار، فبتروح عشان تقابله وبيستعرض لها كل مميزات المعرض. وبيكون عاجب ميان جدا، بس بتستغرب ازاي هو طالب ايجار قليل مع ان المحل في حته كويسه، وبتحس ان في خازوق. فبيقول لها الملك انه اتخانق مع مراته على المحل ده فعايز يخلص منه ومش مهم الفلوس. فبتقول له انها هتناقش الموضوع مع حبيبها وهترد عليه، فبيقول لها تمام وبيديها رقمه. وبعد كده بيتصل تسو بيها وبيعزمها على العشاء وبيفكرها بالمعرض الفني بتاع تخرجه، فبترفض العشاء ده بس بتقول له انها هتيجي المعرض هي ويان. فبيحبط تسو جدا، وبيجي مدير اعماله وبيقول له عندي ليك اخبار حلوه. فبيقول له تسو الحلوه راحت خلاص. فبيقول له بطل محن يالا واسمعني، كليه الفنون الملكيه اللي كان نفسك تروحها وافقت انك تكمل دراستك فيها بالخارج بعد ما تتخرج. فبيتصدم تسو وبيكون فرحان جدا. فبيقول له بعد المعرض جهز نفسك عشان تسافر. فبيقول له تسو هم مالهم مستعجلين كده ليه، انا عايز افكر. فبيقول له لا تفكر ايه، ده مستقبلك فوق، الله يرضى عليك بقى خلينا نخلص. فبيوافق تسو على كلامه. وبترجع ميان البيت عشان توري عقد ايجار المحل ليان، فبيقول لها انه سليم ومفيهوش اي مشاكل. فبتفرح جدا. وبنشوف في الوقت ده الاتنين موتسي وياو ارتبطوا ببعض اخيرا بعد كتير من الحوارات والمشاكل. بس في الاخر الدنيا لعبت مع الولا موتسي لدرجه ان ياو بتحضنه كمان. وبيروحوا الاتنين ياو وميان معرض تسو، وبتاخد ميان لفه لوحدها في المكان. وفجاه بتشوف لوحه كبيره جدا هي مرسومه فيها. فبيجي تسو ومعاه بوكي ورد وبيقول لها ان المعرض بتاعه ده عامل اللوحات اللي فيه بناء على الحاجات اللي اثرت فيه، وبما انها اكتر شخص اثر فيه فعمل لها اللوحه الاكبر. وبيقدم لها بوكي ورد وبيقول لها انا بحبك. فبيسقفوا لهم كل الناس اللي في المعرض
المعرض، لكن بتعتذر له ميان وهي متضايقه وبتقول له احنا اصحاب. فبيقول لها تسو كنت متوقع على فكره، بس على الاقل كسبت شرف المحاوله. وبيجي يان ياخد ميان وبيمشي، فبتعتذر له وبتقول له انها ما كانتش متخيله ان ممكن يحبها لانها كانت شايفاه زي اخوها الكبير. فبيقول لها يان ما تعتذريش، لان اولا حب حد ليها ده مش غلطتها، وتانيا لانه واثق فيها. فبتفرح ميان جدا. وتاني يوم الكل في المدرسه بيتكلم عن فيديو اعتراف تسو لميان بحبه. فبيروح يان بصفته رئيس اتحاد الطلبه وبيطالب بحذف الفيديو عشان في انتهاك للخصوصيه. فبيتحذف فعلا، لكن فانا بتكون مسجله الفيديو عندها وبتوريه ليوان. فبتقعد تحلل الموضوع وبتوصل لاستنتاج ان ميان كانت منتحله شخصيه هان اختها طول الفتره اللي فاتت دي. وبتوعد يان وبتكون متعصبه جدا وبتطلب من فانا تعرف هان كان عندها مرض ايه. وبنشوف الكابلز الاتنين بعد كده بينضفوا وبيظبطوا المحل اللي خدته ميان وياو عشان يفتتحوا متجر الملابس بتاعهم، وبيكونوا مبسوطين جدا. وبتيجي ام يان وبتهني ميان على المحل، وبيجي المالك وبيناديها برئيسة مجلس الإدارة. فبتقول له اسكت يخرب بيتك فضحتنا. فبتتصدم ميان وبتعرف ان سعر المحل كان رخيص جدا عشان ده من ام يان مخصوص ليها. فبتشكرها ميان جدا، بس بتقول لها ان عايزه تعتمد على نفسها مش على حد، فمش هتقدر تاخد المحل. لكن بترفض ام يان كلامها وبتقول انها مش هتدي المحل لحد غريب وتسيب الموهبه دي. وبتتفق معاها انها لو مش موافقه على الايجار تديها 30% من الارباح. فبتوافق ميان على العرض ده وبتشكرها مره تانية. وبنشوف تسو قاعد يشرب لحد ما بيسكر وبيبص على اللوحات اللي رسمها وبيفتكر ذكرياته مع ميان وهو حزين. وفي نفس الوقت بتكون ميان متاخره وما رجعتش البيت. فبياخد يان الاكل وبيروح لها الاستوديو بتاعها وبيطلعوا على السطح وبياكلها في بقها وبيتبسطوا مع بعض، وحاجه في قمه التلزيق يعني عكس الحزن بتاعت سو. وبيفتتحوا بعد كده ميان وياو المتجر بتاعهم اخيرا، وبيكونوا عاملين احتفالات وخصومات وليله كبيره قوي سعادتك. وفي الوقت ده بتتجمع العقربه فانا مع الحربايه يوان وبتوريها صور للسجل المرضي بتاع هان، وبيعرفوا انها كانت في غيبوبه لمده شهر. يعني ميان هي اللي وقعت يان في حبها. فبتقول يوان زي ما توقعت وبتهمس في ودان فانا بالخطه بتاعتهم. وبنشوف الكابلز الاتنين بيركبوا القطر وبيروحوا سوا في رحله للغابات، وبيعلم يوم ميان ازاي تركب الحصان. وبنشوف يوان بتبدا تنفذ الخطه بتاعتها، وهي انها بتخلي المشرفه الاجتماعيه تختار افضل طالب من كل كليه عشان يشارك في منتدى المتفوقين من غير ما تقول لهم، وتنزل القائمه بتاعت الاسماء على طول عشان تحط هان وميان قدام الامر الواقع وتفضحهم لايف قدام الكل. وبتنزل قائمه الاسماء فعلا. فبتتصل هان بميان عشان تعرفها وبتطلب منها تكلم يان عشان يحاول يتصرف في المشكله دي، بس ميان بتكون رافضه ده عشان ما تورطش يان في مشاكل. وبتقول عندي فكره تانية. فبتسالها يا وايه هي؟ فبتقول لها هعمل مكياج عشان ابان مختلفه عن هان والجامعه ما تعرفش ان كنت بحضر مكانها. فبتعجب الفكره دي ياو وبتقول لها سيبي الطلعه دي عليا. لكن اول ما بيعرف يان بالحوار ده مش بيسكت وبيروح يغير القائمه في السر، وبيدخل ياو مكان ميان قبل 10 دقايق من بدايه المنتدى وبيتصل بيها، بس للاسف موبايلها بيكون مقفول. وبتيجي يوان وبتقول لها عايزه اتكلم معاكي يا ميان. فبتتصدم وبتقول لها عرفت منين؟ فبتوريها السجل الطبي بتاع هان وبتقول لها انا عرفت انك كنت بتحضري مكانها وهفضحها عشان الجامعه كلها تعرف، وكمان عرفت ان يان غير القائمه في السر عشانك وانا معايا تسجيل صوتي لده وهفضحك انت كمان. فبتقول لها ميان انت عايزه مني ايه؟ فبتقول لها البومه دي عايزاكي تختاري، الظرف الابيض فيه فضيحه اختك والظرف الاصفر فيه فضيحتك، افضحك ولا افضح اختك؟ لكن بيتدخل يان وبيختار الظرف الاصفر. فبتقول له يوان انت هتضحي بمستقبلك عشانها؟ فبيقول لها ايوه، حتى لو هتعرض للفصل من اتحاد الطلبه انا مستعد اعمل كده من اجل ميان. فبتاخد منه الظرف الاصفر وبتقطعه وبتقوله انه كان فاضي اصلا لانها مستحيل تاذيه عشان بتحبه، وبترمي الظرف الابيض على الارض وبتمشي وهي بتبكي. فبتشوفها البومه التانية فانا وبتروح تصور يان وميان مع بعض، وبيقول يان لميان ان مهما حصل لها هيفضل يحميها فكان لازم يعمل كده. فبتشكره على كل حاجه بيعملها معاها وبيقربوا من بعض. وبتحضر ياو بالفعل مقام ميان في المنتدى، وبنشوف دكتور علم الاجتماع بيقول لميان تروح لمكتب رئيس اتحاد الجامعه دلوقتي حالا عشان عايزها. فبتروح وبتلاقي هان موجوده. فبيقول لهم الرئيس انه عارف حقيقتهم بالادله وبالفيديو كمان، وبيطلع الفيديو ده اللي صورته الحقيره فانا اثناء ما كانت ميان واقفه مع يان. فبتعترف ميان بكل حاجه عملتها وبتقول ان اختها ويان ملهمش ذنب. وبيجي يان هو كمان فبيطلب الرئيس من الكل يخرج ما عدا هو، وبيمسكه وبينفخه وبيقول له انت كنت مثال وقدوه عظيمه، لكن بعد ما ارتبطت بميان وهي بوظت حياتك ودلوقتي مستقبلك كله في خطر، مش مجرد انك معرض تتفصل من اتحاد الطلاب وبس. وبتكون ميان سامعه كل ده من ورا الباب. فبتقرر انها ما تبقاش عبء على يان مره تانية عشان مستقبله. فلما بيخرج بتقول له انهم لازم ينفصلوا. فبيتعصب وبيقول لها انا قلت لك ما تقوليش كلمه انفصال دي تاني، وبيمسك ايدها لكنها بتسحب ايدها وبتجري. فبيجري وراها لكنها بتستخبى. فبيفضل ينادي عليها في الممرات عشان يلاقيها لكن مفيش فايده. وبنشوف بعدها ميان طالعه لايف في الجامعه كلها وبتحكي كل الحكايه، وبتعترف
بتعترف فيه بغلطها بالكامل، وبتطلب من إدارة الجامعة تعاقبها هي وتسيب أختها ويان في حالهم لأنهم ملهمش ذنب. وبنعرف إن ميان اتفصلت من الجامعة، وبتكون في الوقت ده في الاستوديو بتاعها وبتلم حاجاتها عشان تسافر. فبيجي يان وبيقول لها تفتح، لكنها بترفض. فبيقول لها احنا مش اتفقنا نواجه كل المشاكل سوا؟ بتعملي كده ليه؟ فبتقوله انها خلاص مش عايزه تورطه في اي حاجه تانية. فبيقول لها انا برفض ده بصفتي حبيبك. فبتقول له بكل قسوه بس انت خلاص ما بقتش حبيبي. وبتقعد تبكي وهو نفس الكلام بيفضل يبكي. وبنشوف بعدها يان والشله الكريمه بيقرروا يساعدوا ميان، وبتكون اول خطوه يو وموتسي بيروحوا لها وبيقنعوها انها ما تسافرش من المدينه وتفضل قاعده عشان تدير متجر الملابس، ومش مهم حكايه الفصل من الجامعه دي. وبالفعل بينجحوا في ده. وبعد كده بنشوف تسو اللي بيساعد هو كمان، وبيجيب الجدة من القرية بعربيته مخصوص عشان تقابل رئيس الجامعة، وبيكون معاهم يان. وبتوري يولي ميان تعليقات الطلاب على المنتدى وبيكونوا متعاطفين معاها، وبيطالبوا الجامعة انهم يتراجعوا عن قرار فصلها لان دي حالة انسانية. وتاني يوم بيتناقش الرئيس مع دكتور علم الاجتماع لانه المسؤول عن الكلية بتاعت هان، وبيقرروا يعلنوا الحالة النهائية للاختين. ويان هانا تعتبر حاضرة في كل الفترة اللي غابتها بسبب المرض، ولسه عندها فرصة الفوز بمنحة التبادل الثقافي. وبالنسبة لميان لحسن الحظ بيحن الرئيس وبيقرر يرجع في قرار فصلها والسماح لها باستكمال دراستها في الجامعة. فبتتصل هان باختها وبتعرفها الاخبار الحلوه دي، وبتقول لها انها لازم تروح تشكر يان لانه بذل جهد كبير جدا الفتره اللي فاتت عشان ما تتفصلش. فبتروح جري عشان تقابله، ولما بتشوفه بتشكره وبتحضنه لكنه بيبعدها عنه وبيقول لها عيب اللي انت بتعملي ده، احنا زمايل بس مش مرتبطين. فبتبكي وبتعتذر له وبتقول له انها سابته عشان ما كانتش عايزه تبقى حمل عليه، لكنه بيتعصب عليها جدا وبيقول لها انت لما تحبي ترتبطي بتيجي ولما تحبي تنفصلي بتبعدي. الحب اللي سهل التخلي عنه مقدرش اتمسك بيه. وبيسيبها وبيمشي. وبنشوف بعد كده ميان بتتفق مع ياو انها تخلي موتسي يجيب يان للساحه اللي اعترف لها بحبه فيها اول مره عشان تعمل هي ده وتصالحه، بس للاسف مش بتمشي الخطه حلو. وبيتصل بيها موتسي وبيقول لها ان يان مش هيقدر يجي النهارده. فبتقرر ميان انها تعترف له برضه بحبها وتتكلم بصوت عالي حتى لو مفيش حد. وبتقول يان انه بطلها وبتشغل شماريخ في السماء مكتوب فيها انا بحبك. لكن المفاجاه اننا بعدها بنشوف يان بيتكلم مع موتسي وبيعرفوا ان كان واقف مستخبي وسمع اعتراف ميان وشاف كل حاجه بس ما ضعفش وثبت على موقفه عشان البعد ده هيخليها تكبر اكتر وما تفرطش في علاقتهم بسهوله بعد كده. فبيقول له موتسي لا ده انت تمسك الشيشه بقى بقيت معلم. وبنشوف بعدها ميان رايحه تقابل تسو اللي تقبل خلاص انها من نصيب يان، وبيقول لها انه هيسافر بكره عشان يلتحق بالكليه الملكيه للفنون. فبتشكره ميان على كل حاجه عملها لها وبتتمنى له التوفيق والسعاده. وبنشوف سيون بتتصل باخوها وبتقول له ميان عايزه تسيب المحل اللي اجرته عشان انت انفصلت عنها. فبيتصدم وبيتصل بيها لكنها بتكون قافله موبايلها. فبيتصل بموتسي وبيساله عن مكانها. فبيقول له روح لاول مكان حبيته بعض فيه. فبيروح للجنينه اللي قربوا من بعض فيها لاول مره بالغلط. وبالفعل بيلاقي ميان واقفه مستنياه وبتقوله انها كانت فاكره حظها وحش لحد ما قابلته وعرفت انها اكتر انسانه محظوظه في الدنيا. وبتقوله كمان انها كانت بتهرب عشان ما تبقاش نقطه ضعفه، لكن ادركت ان الحب قوه ومش ضعف. وبتوعده انها مش هتنفصل عنه تاني ابدا. فبيبتسم يان وبيقول لها انه قابلها بالصدفه بس عايز الصدفه دي تستمر طول العمر. وبيقربوا من بعض وبيفضلوا يلزقوا شويه وبيشوفوهم موتسي وياو والقابل التاني جيو هان وبيتجمعوا كلهم مع بعض وانت لسه سنجل بائس حزين قاعد لوحدك في اوضتك عزيزي المشاهد الجميل. وبعد كده بنشوف هان سافرت في منحه التبادل الثقافي وراح معاها جيو، وبيتفضل الكابلز الاتنين الاساسيين بتوعنا وبيعيشوا حياتهم بكل سعاده. وبينتهي المسلسل. وفي النهاية صديقي المشاهد الجميل ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة وتفعل الاشعارات عشان توصل لكم فيديوهاتنا اول ما تنزل. سلام.